وازيكم يا جدعان، رجعنا لكم فيديو جديد. اسطوره. احنا النهارده جايين يا جدعان اقول لكم على فعلا حاجه جامده جدا، في ناس تعرفها وفي ناس ما تعرفهاش. ازاي تقدر تجيب ارطوف في اقل فعلا من 30 ثانيه. يعني انا برضو ما كنتش اعرفها بس عرفتها، وفعلا طريقه سهله جدا يا جدعان. ولو انت ما كنتش تعرف كمل معايا لحد اخر الفيديو. طيب يا جدعان، احنا بدأنا هو يعني طبعا يعني الأحسن ان انت تجيب مثلا ارتوهات بالأجنحة، وطبعا لو الأجنحة عندك قوية مش يعني انت مثلا كين اهو يشوط لك كده لأنه مهاجم. طيب يا جماعة، ركزوا معايا جدا في الطريقة. مثلا تبدأ هو تقسم، تخليه يطلع رونالدينو مثلا يطلع هو ده واحد زي رونالدينو دوت أسد الارتوهات ده. بصوا يا جماعة، بصوا مثلا انت هنا اهوت خالص طبعا، بس يعني اكيد هيكون في دفاع كده. شايفين زرار التسديد لتحت؟ زرار التسديد لتحت برضو انتوا مش فاهميني صح؟ بصوا يا جماعه، هذا تاني اهو. او زرار التسديد اهوت مثلا اهو كده تهوش اهو، كده شمال تهوش. ماشي، انت بقى كده لتحت، لتحت. يعني انت تخش زرار التسديد لا لاخر حاجه لتحت. طبعا مش لازم الاخر قوي يعني عشان ما تتشوحش، بس هو ده الصح. يعني اهوت لتحت، زرار التسديد لتحت. شوفوا يا جدعان تشمع في الجو. طيب خليها، طيب يا جدعان ايه نجربها في يعني خلينا كده اول نجربها في فودن، واجربها لكم في ماتش عشان بس ما تقولوش ايه ان هي هنا بس عشان في التدريب بس. بس يا جماعه زور التسديد لتحت. خلينا نخش ماتش واوريكم كمان. طيب يا جماعه، احنا بدأنا اهوت. خلينا بس نبدأ نقسم لحد ما يعني اكن نبدأ ماتش عادي لحد ما نوصل للمكان. لما نلعب لواحد هو بيعرف يحط ارتو مثلا زي فودن اهو. بصوا يا جماعه، بصوا انا هعمل ايه او كده تسديد لتحت. بصوا يا جماعه، اول طريقه هيب جون. ده طبعا ار2. اول طريقه هيب جون يا جماعه. بص يعني انا دخلت اهوت كده اهو، استلم. طبعا مش عارفه هو ليه فين الدفاع الصراحه، بس لتحت زرار التسديد، زرار الشوط بتاعك تنزله لتحت بايدك كده اهو. يعني وانت بتشدد تعمل كده اهو. بس انا زحلقت عشان انا عندي زحلقه. بس يا جماعه فعلا الطريقه سهله، وبرضه هجربها معاكم تاني دلوقتي يا جدعان. ناخد بس الكوره واجربها معاكم تاني. بقى اطلع رونالدينو. المشكله بقى في الدفاع دوت، يعني انت كمان بقى لو عديت خلاص بقى يبقى الارتو ان شاء الله مضمونه. طلع الهجوم اهو رونالدينو يا غراب. طب يا جماعه وصل ده تبدا اهوت سنترا كين. ايه ده؟ خبطت طبعا. يعني بالاحسن ان انت تعملها بلاعب فعلا يكون حلو في الارضات. يعني هو بيكون في الاغلب الاجنحه. لا مش الاجنحه اللي في الفرق. النقطه البيضاء ده الاجنحه اللي هو جناح يمين جناح شمال كده. يعني حتى انا لما اعملها وفودين كين، لا كين مش هعملها عشان هو مش ارتوهات، هو يخلص مني. تعالوا كده مثلا اهوت او كده. بس فودين دي رجله ضعيفه بس برضو جون، لان التسديد لتحت وانت وشك معدول وكل حاجه معدوله تبقى في الجول ان شاء الله بنسبه 70% جون. بصوا اهو، دي برضو ايه مش ارض قوي، بس هو تسديد لتحت. حطها في زاويه بعيده عن الحارس بتكون صعبه. بس كده يا جدعان هنوقف لحد هنا. اتمنى تكونوا استفدتوا. لو استفدتوا يا جدعان يا ريت تحطوا اللايك واشتراك، وتشوفوا في فيديو جديد، ومع السلامه.